بعد غياب طويل عن إقامة حفلات الزفاف، ها هي دنيا باطمة ترجع أخيرا لإحيائها بإحياء حفل جديد. لنتعرف على التفاصيل بالفيديو. بعد غيابها الطويل عن إقامة حفلات الزفاف والختان والعقيقة، فبعد أن كانت قد تقيم حفلين بليلة واحدة، لكن في الشهرين الماضيين غابت دنيا باطمة تماما عن الصورة، حيث أحيت تقريبا خلال هذه المدة ما لا يزيد عن 3 حفلات فقط. إلا أنها قد أحيت هذه الليلة حفل زفاف جديد، وقد ظهرت بتكشيطة سوداء مرسومة بالورود فضية اللون، واختارت أن تترك شعرها منسدلا وأن تعمل له وعملت له إضافات إكستنشن لتستمتع بشعر أطول وكثيف. وقد أشعلت دنيا باطمة الأجواء بالأغاني الشعبية التراثية المتوارثة في المغرب جيلا عن جيل، فالشعبي المغربي هو كل شيء في الشطيح والرديح وبه يقام العرس المغربي، فلا يمكن أن تتخيل حفل زفاف مغربي دون اللون الشعبي. إلا أن هذه السنوات الأخيرة عرف العرس المغربي انتشارا في كل الأقطاب، بالأخص عند الدول المجاورة. فالجارة الشرقية مثلا استنسخت العرس المغربي بكل تفاصيله، فقد كانوا في الأول يعترفون بأنه عرس مغربي ويقولون للنجافة النجافات، إلا أنه ولكي تكون الخطة ناجحة وتكتمل سرقاتهم بدون ترك أي أثر أصبحوا يقولون لها المشطة، ويحاولون جاهدين استنساخ كل ما هو مغربي ليحصلوا في النتيجة على عرس مغربي مشوه ممسوخ مبهدل. ومع كل ذلك يخرجون أعينهم مدعين أن كل شيء قد توارثوه من أجدادهم، سواء الكراغلة أو الفرنسيين.